المغرب اللي هو في صناعة مكونات السيارات وفي صناعة السيارات في العشر سنوات الأخيرة كان خذا قفزة مهمة وتقدم مهم. اليوم تقارب مع الصين، وهذا التقارب يثير غضب الاتحاد الأوروبي. هو صحيح التقارب هذا جاء في إطار إغراق السوق كسياسة أو منهج منوال اقتصادي صيني على كافة دول العالم، باعتبار أنه نعرفوا أنه فما إشكال الصدمة الصناعية الأولى من خلال غزو الأسواق الأوروبية بالمنتجات الصينية المباشر. نحكي على الغزو المباشر، وهنا في علاقة بالغزو هذايا نعرفوا أنه الاتحاد الأوروبي كان في بعض المنتجات عمل رسوم جمركية تصل إلى 45% على المنتجات الصينية اللي تدخل أوروبا. اليوم ولينا نحكي على موجة أخرى، موجة ثانية. هذا ما على الأقل رئيس المفوضية الأوروبية ما وصف أنه هذه موجة صدمة صناعية ثانية، أما ما هي جاية من الصين المرة هذه، جاية من المغرب، ولكن الكلام موجه مباشرة نحو الصين، باعتبار وأنه سياسة الصين منذ تقريب أكثر من 20 سنة أني في كل ما تستهدف سوق ويتم إغلاق السوق هذيك إلا تمشي في مناويل أخرى عبر اتفاقيات أو شراكات يعني تبرمهم الدولة هذيك في إطار اتفاقيات تجارة حرة وتدخل الأسواق هذية. مثلا نذكر في إطار يعني محاولة الدخول للسوق الأمريكية، حاولت في العديد من الأحيان أن تمشي المكسيك وتمشي لكندا، باعتبار أنه فما اتفاقية ثلاثية بين المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أي محاولة لمنع السلع الصينية من أنها تدخل للولايات المتحدة الأمريكية إلا والصين تحاول بطرق أخرى أو آليات أخرى، إما من خلال شراء يعني مصانع ومنتجات أمريكية أو أوروبية باش تنجم تاخذ هي البروفي وتولي عبارة على منتج محلي أوروبي، أو من خلال دول اللي تعتبرهم الصين دول الترانزيت أو دول العبور، من خلالهم تدخل بالاتفاقيات هذه متاع التجارة الحرة وتنجم تهيمن وتغرق الأسواق العالمية. وخاصة هنا اليوم نحكيه في إطار يعني إغراق السوق الأوروبية اللي هي أصلا قاعدة تعاني من سنوات من الزحف يعني الصيني أو زحف السلع الصينية في دول الاتحاد الأوروبي. ونحكي على مكونات السيارات اليوم خاصة الكهربائية، باعتبار وأنه من ضمن أحد دعامات الاقتصاديات الأوروبية هي صناعة السيارات اللي تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة. وشفنا كيفاش الصناعات الصينية ما نحكي كان على الإلكترونية، إنما الكل إجمالية قعدت تقريب سنوات في المرتبة الثانية بعد اليابان، واليوم رسميا تأكدنا وأن الصين ولات رقم واحد في كل أنواع صناعة السيارات بما فيهم الكهربائية. واليوم نرجع لإطارنا اليوم المفوضية الأوروبية، الإشكال وأنه المغرب اللي كان نشوفوا خصائصها الاقتصادية المتنوعة ما جاش صدفة أنه الصين تراهن على المغرب كشريك استراتيجي لدخول الأسواق الأوروبية. كيف نشوفوا اليوم المغرب نسبة النمو 4.9 في 2025 من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع حسب صندوق النقد الدولي أنه تقريبا مش تحافظ على نفس النسبة مع كل التوترات اللي قاعدة تصير في العالم. وهذا في حد ذاته يعني يأكد لنا صلابة وصمود الاقتصاد المغربي. اليوم نحكي على أكبر ميناء طنجة في البحر الأبيض المتوسط، وهذه أيضا نشوف وقتاش احنا خدمنا يعني ميناء نفيذة، مشروع ميناء نفيذة احنا تقريبا سبقناهم 3 سنوات، واليوم ميناء طنجة عنده تقريب حوالي 10 سنوات أو أكثر، 12 سنة، تعمل في 2014 واليوم عنده 12 سنة خدمة. واليوم صارت تقريبا فيها أكثر من توسعة بخلاف التوسعة. شوف النتاج متاع انك تعمل اكبر ميناء في العالم في البحر الابيض المتوسط، النتاج هو انه مدينة طنجة كلها ولات بقطب صناعي لمكونات السيارة الالكترونية. وهنا نحكي على المكونات اما البطاريات او مكونات البطاريات او المكابح، هذوما 3 خاصة اختصاصات اللي تركز عليهم اليوم مدينة طنجة كقطب صناعي لمكونات السيارات. يعني ما جاء شيء بالصدفة. وكيف نشوفوا حتى المكونات الاخرين، نشوفوا السياحة تقريبا 20 مليون سائح في سنة 2025، رقم واحد في إفريقيا. كيف نشوفوا مؤخرا نعرفش تقرير خرج أنه المغرب فكت الزعامة الصناعية في إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا، زاد ما جاش بالصدفة. وكيف نشوفوا اليوم الرهان على الفلاحة زاد في المغرب، نفهموا أنه راو المنوال الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم راو ما ينجمش يكون
في قطاع على حساب قطاعات أخرى، راهو كله متكامل، راهو المنوال يلزموا استراتيجيات ويلزموا مخططات خماسية وعشرية، وعلى 20 سنة تعرف روحك وين باش توصل، وعلى 30 سنة تعرف روحك وين باش نوصل. وهذا احنا كنا نخدموا به المنوال الاقتصادي على مدى سنوات، على المدى هذا ما ينفيش انه خدمنا على المدى المتوسط والقصير، ولكن اللي يحب يوصل انه يرتقي باقتصادياته ويحقق نسب نمو تتجاوز ال 5%، يلزمه يخمم على 20 سنه 25 سنه و30 سنه. هذا ما عمله المغرب، ونشوفوا اليوم انه المغرب اقتصادها متكامل، بما فيه ايضا المنظومه البنكيه او المنظومه الماليه، واللي هي اكبر معضله اليوم موجوده في تونس، باعتبار ما لقيناش كيفاش نمولوا مشاريع كبرى. اليوم كبار البنوك في القارة الإفريقية هي بنوك مغربية متفرعة في كافة أنحاء الدول الإفريقية. وتعرف أنت كيف يكون عندك بنك في دولة ما، راو عندك لوساتور كاملة متاع اقتصاد الدولة هذيك، وحتى مالي بالضبط، وحتى المنوال الاقتصادي اللي تحب تمشي فيه في الدولة ذيك تحدوا سياسات البنوك متاعك، وبالتالي تكون عندك نظرة استشرافية على الدول الافريقية وين تنجم تمشي، انت تنجم عندك نقاط قوة باش تنجم تصدرهم، واليات التمويل بالطبيعة في انجاز المشاريع هذه وانجاز التمويلات هذه تكون موجودة عندك. بالتالي ما فماش حاجة بالصدفة، اليوم المغرب تلقى روحها تقريبا في كل المجالات، كما قلنا السياحة، المنظومة المالية المتكاملة، أيضا الفوسفات اللي تقريبا كنا حكينا في الأوف على الفوسفات في 2010 وقت اللي كانت تونس تنتج تقريبا 8 مليون طن، المغرب كانت تنتج 10 مليون طن، يعني إنتاج متقارب. وحتى في عدد يعني الموظفين أو العملاء تقريبا كان متقارب مليح، نحن كنا في حدود 4000 وما كانوا في حدود 5000. اليوم المغرب ما زالت في نفس المنوال تقريبا 5000 موظف ما زادتش، ولكن الانتاج تضاعف اكثر من 5 مرات، ولينا نحكيو اليوم على انتاج بين 30 و 35 مليون طن. هذا ما يخلي ايضا المغرب اليوم ثاني انتاج فوسفات في العالم واول احتياطي فوسفات في العالم. يعني ما زلنا نحكيو على المغرب في الفوسفات ل 200 سنه القدام او اكثر. وبالتالي نشوفوا انه التكامل النسيج الاقتصادي المغربي جاء نتاج دراسات علميه، نتاج مخططات تنمويه حققت من خلالها المغرب نقلات نوعيه في كافه المجالات، وحتى المجالات اللي كانت متاخره فيهم، بما فيهم المجالات اللي كانت نقطه قوه للاقتصاد التونسي. ونحكيو هنا على مكونات السيارات اللي سبقناهم فيها، وصناعه السيارات فيما بعد، هذا كله خطط له انه ينجز في تونس ولقيناه انجز في المغرب. هذا نتيجة سياسات الدولة اللي أيضا، وهذا نحكيه قرار سياسي اللي شجع المستثمرين هذوما باش يجيوا للمغرب بامتيازات خيالية. وخاصة زاد بنية تحتية، اللي هو أنت تحكي هنا على صناعة السيارات. تعرف اللي صناعة السيارات الهدف منها هو التصدير، وباش تصدر يلزمك بورت، ما فماش طريقة أخرى باش توصل لأوروبا وباش توصل لكل أنحاء العالم من خلال البحر. وهذا اللي صار من خلال تونجيمات اللي هو كما ذكرت أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط. ثم نقطة مهمة جدا زاد، الشراكات اللي عملتهم المغرب مع كافة دول العالم، راهو أكثر من 52 اتفاقية تجارة حرة، بما فيهم اتفاقيتها مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الاتفاقية الوحيدة لدولة إفريقية في تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني راهو المنجزات هذه، يعني شوف قديش يعني عمل دبلوماسي صار، وأيضا مناويل ويعني مؤتمرات وخدمة كبيرة تخدمت على مدى عقود من الزمن باش لقينا اليوم المغرب تحقق في نسب نمو 5%. ويعني فينالمون تشوف الإحصائيات هي نتاج وانعكاس منطقي، ويعني عادي جدا أنه تلقى المغرب تتبوأ المراكز الريادية في كافة المجالات الاقتصادية على المستوى الإفريقي. أنت المقال سميته المغرب على خط النار حين تتقاطع المصالح الصينية والأوروبية فوق الأرض المغاربية. هوني نحكيه على تقارب مغربي صيني في علاقة بتصنيع السيارات الكهربائية، وهذا التقارب أثار غضب المفوضية الأوروبية، واللي اليوم تهدد بعقوبات على المغرب. إلى أي مدى هذا ينجم يأثر على الخطوة اللي قامت بها المغرب في التقارب مع الصين؟ هو شوف، أنا ديما نقول وقت اللي تخدم المنهج متاعك وتخدم الاستراتيجية بطريقة علمية واضحة، راهو ما عندك من شنو تخاف. الكلام اللي قاعد يتقال تو من المفوضية الأوروبية ما هواش مستند على إطار قانوني،
باعتبار وأنه اليوم في صناعة مكونات السيارات أو السيارات بيدها راهو فما تو دانتيغراسيون أو نسبة الإدماج. نسبة الإدماج هذه فما اتفاقيات موقع عليها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي اللي تتضمن وأنه أي منتج يصنع في المغرب بنسبة تتجاوز ال 45% تو دانتيغراسيون فإنه يعتبر منتج مغربي 100%. يعني عنده الصلاحيات انه يصدر الى اوروبا بامتيازات طبعا جمركيه اللي نعرفوها الناس الكل. وبالتالي اليوم راهو الاطار اللي قاعد تخدم فيه المغرب في شراكاتها اما مع الولايات المتحده الامريكيه ثم تصديرها لاوروبا، او اليوم الموجه الجديده هذه نتاع رهان الصين على المغرب، راهو في اطار قانوني انه قلت لك انه الصين تبحث على اطر قانونيه من خلال شراكات يعني تجاره بينية بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار تجارة حرة. هذا يستند على إطار قانوني للمغرب. حتى ملك المغرب كان جاوب وقال نحن نحترم القانون وخدمنا في إطار القانون ورحنا قاعدين نصدروا في منتجات مغربية. يعني أي صراع في هذا الإطار بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي ما يزموش يكون على حساب المغرب، باعتباره أن المغرب تحترم المعايير الدولية في تجارتها والمعاهدات والاتفاقيات في علاقة بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وما فما حتى مخالفات من حتى نوع. وبالتالي المغرب يعني ولو أنه شوف الإشكال الأكبر، هاو نزيد نمشي معك، الإشكال الأكبر وأنه العديد من المؤسسات الأوروبية اليوم قاعدة تستثمر في المغرب. اليوم كبرى الشركات الصناعية للسيارات اللي موجودة في أوروبا عندها سنوات قاعدة تخدم وتنتج في المغرب. صحيح. اليوم شركة الرونو، شركة فولكسفاجن، اليوم أيضا حتى في صناعة الطائرات القاطرة أو المركبة بالنسبة لطائرة الإيربيوس تتصنع في المغرب. وبالتالي إذا كان ثم عقوبات، وهنا المفوضية الأوروبية اللي قاعدة تهدد بفرض عقوبات على المغرب في هذا الإطار، راهو مش باش يجي يعني بالنفع، وربما الضرر نتاعو يصيب الشركات الأوروبية أكثر من اللي يصيب الشركات المغربية اللي قاعدة تصدر اليوم في مكونات السيارة، باعتبار وأنه الشركات الأوروبية اليوم اللي قاعدة تنتج في المغرب العائدات متاعها أكبر بكثير من نفس الشركات الموجودة في أوروبا. علاش؟ خاطر فما العديد من الامتيازات اللي قاعدة توفر في المغرب من يد عاملة كفء ومنضبطة، وهنا سطرين أو 3 أسطر على منضبطة. اليوم الموقع الجغرافي أيضا للمغرب بعيد 14 كيلومتر على جنوب إسبانيا، يعني موقع قريب ياسر أو متاخم لأوروبا. اليوم أيضا المغرب كانت وفرت من خلال الإرادة السياسية متاعها امتيازات جمركية خيالية. اليوم الامتيازات ضريبية بين 5 و10 سنوات لأي مستثمر يستثمر في المغرب. واليوم أيضا يعني ليزافونتاج اللي هذوما كل. واليوم فما انتقال الطاقي اللي قلنا وحكينا فيه 47% من توليد الكهرباء في المغرب هو نتاج للطاقة المتجددة. هذا ما يخفف في تكلفة الإنتاج، باعتبار وأنه عندك الكهرباء هو اللي باش نخدموا به المعامل المصانع، والمصانع إذا كان الكهرباء متأتي من الطاقة المتجددة يعني طاقة هوائية أو شمسية، يعني التكلفة منخفضة جدا. وهذا ما ينعكس على كود روفيان تاع جميع المنتجات والمكونات، خاصة في علاقة بصناعة السيارات. هذا أيضا من ضمن النقاط اللي قاعدة تجبد في المستثمر الأجنبي واللي يحط في يعني استثمارات ضخمة اليوم في المغرب في علاقة بدول الاتحاد الأوروبي. من بعد الصين زاد في توجهاتها وفي رؤاها قاعدة تراهن منذ تقريب سنوات على دول شمال أفريقيا، وهنا بالتأكيد نحكيه على مصر. اليوم المغرب هي اللي في يعني المرتبة الأولى، ولكن زاد فما شراكات كبيرة قاعدة اليوم توقع بين مصر والصين. ونعرفوا أنه فما اتفاقيات كبرى اليوم قاعدة توقع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وبنسبة أقل مع الجزائر. ونعرفوا أنه أكثر من 5000 شركة صينية موجودين في الجزائر. وبالتالي اليوم المراهنة على الطرف المغربي، وذكرنا الأسباب علاش، باعتبار كل الامتيازات والإمكانيات موجودة في المغرب. أيضا المراهنة على مصر والجزائر. ولكن السؤال اللي محير الناس الكل في تونس، واحنا وين من كل هذا؟ يعني سؤال هذا كنت باش نسألك وليد الكسراوي، لأنه قبيل عطيت رقم أنت في علاقة بإنتاج الفوسفات، ولكن عموما في الاقتصاد في 2010 الاقتصاد التونسي والاقتصاد المغربي كانوا تقريبا في نفس الظروف، مع أفضلية للاقتصاد التونسي. من بعد شنو اللي صار باش المغرب وصلت لهذا المستوى والاقتصاد التونسي للأسف فشل في كونه يجيب شراكات على مستوى تصنيع السيارات ويوصل لهذا المستوى من الشراكات خاصة مع الجانب الصيني؟ والله ما نحبش نحكي سياسة، ولكن للأسف
التوجهات السياسية اللي خذتها تونس بعد الثورة هي اللي أثرت بصفة مباشرة على الوضع الاقتصادي اليوم في تونس بصراحة، يعني من غير ما نغلفوا الأمور. وأنه الناس اللي شدونا بعد 2011 في فكرهم وفي رؤيتهم الاقتصادية، وأنه تصير تعبئة في المؤسسات العمومية في تونس، باعتبار حبوا يمتصوا الغضب في الوقت هذاك الشعبي في بالهم أنه هذا يمثل حل ربما آني أو وقتي في انتظار الحلول من بعد الآجلة اللي ربما تحتاج إلى مناويل اقتصادية على أمد طويل، تحتاج إلى مختصين ذات كفاءة عالية اللي عندهم نظرة استشرافية لشنو اللي نجم يصير في العالم، ومن بعد نحطوا المناهج هذيك. ولكن للأسف قعدنا في إطار الشعبوية، وأنه نعبيو في مؤسساتنا العمومية يعني عدد أكبر من طاقة المؤسسات هذه. ونحكيو هنا في علاقة بفوسفات قفصة اللي كانت تخدم ب4000 موظف، اليوم نحكيو على 20,000. نحكيو على تونسير اليوم أيضا بأضعافها تخدم تقريبا في حدود 3000 أو 4000 عامل. نحكيو على ستام، نحكيو على الفولاذ، ومعظم المؤسسات العمومية اليوم قاعدة تخدم بطاقة يعني تاع موظفين أكبر من طاقتها. هذا مأثر على موازناتها المالية. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وأنه ما فماش رؤية للإشكال، وأنه كثرة المشاكل من الثورة لليوم ولينا نجاريو كل يوم ويومه. وراو الاقتصاد، راو إذا كان ما تحطش منوال. وأنا نقعد باهت اليوم في تونس أنه لي بانيل نتاع لي غوفرنونس تقريبا كل أسبوع قاعد نسمع فيهم. الور كو انت كيفاش تحكي على الجوفرنونس وانت ما حكيتش على استراتيجي قبلها، ما حطيتش مخططات انت باش تحكم في شنو. اذا كان ما عندكش توجه وماكش عارف روحك وين ماشي وما عندكش اطار تمشي فيه، كيفاش تحوكم في شنو تحوكم؟ انت اليوم مؤسساتنا كل عاجزه. المؤسسات العموميه التونسيه اللي كانت تسهم باكثر من 5 مليار دينار في خزينه الدوله، اليوم ولات تستنزف من خزينه الدوله، ولات عبء على الدوله. في عكس كيف نشوفوا المغرب اليوم السياحة قاعدة تجيب أكثر من 12 مليار دولار سنويا في موازنات المغرب. اليوم أيضا السياحة والفوسفات تقريبا نفس النسبة، في بين 10 ل 12 مليار دولار. يعني ناس راهنت على قطاعات احنا كنا في عنا أسبقية فيهم. اليوم نشوفوا إن النتائج وجني الثمار متاع النتائج هذية تقطف فيهم المغرب، رغم اللي كانت عندنا أسبقية مش كان في المؤسسات وفي الأطر التشريعية. وحكينا حتى في الانتقال الطاقي وقت اللي نحن شرعنا في 1985 إطار الانتقال الطاقي، المغرب شرعت في 2002 وقت اللي هما بدأوا الإنجاز في 2010، وإحنا بدينا ريالمون انتقالنا الطاقي في 2020. هذا ما يأكد وأنه الاقتصاد ما ينجمش يتم بطريقة اعتباطية، ما ينجمش يتم برؤية يعني أحادية الجانب، إنسان واحد قادر باش يمشي أو وزارة واحدة. لا، راهو منظومة متكاملة يلزم نشاركوا فيها عديد الأطراف المختصين، من خبراء، من كفاءات الدولة اللي موجودين في وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجميع الوزارات الأخرى. من أيضا الاستئناس إن وجد الاستئناس بتجارب مقارنة أو تجارب دول اللي تشبه لنا على الأقل في الخصائص الاقتصادية متاعها. وهذا مش عيب، خاطر المغرب في وقت من الأوقات جات للكفاءات التونسية وخذت منهم الخبرات. اليوم احنا إذا كان عندنا روتار ما يلزمناش نحشمه، راهو يلزمنا نخرجوا من نظرة إن فاهمين كل شيء ونعرفوا كل شيء. رانا ماناش فاهمين. اليوم راهو تجاوزتنا الأحداث. اليوم يلزم الاستئناس بمناويل يعني تجارب ناجحة، والمغرب مثال حي ونموذج حي على النجاح الاقتصادي في جميع المجالات. اليوم إذا كان نحبوا نرجعوا للمسار ونرجعوا إلى يعني مصاف الدول اللي كونت يعني رصيد محترم في اقتصادياتها، يلزمنا نراهنوا على الدول كيفاش عملت، شنو الآليات اللي خدمت بهم، شنو التوجهات اللي قاعدة تحب توصل لهم، وشنو الإمكانيات اللي يلزم توفرهم الدولة في نفس الإطار باش تنجم تعمل النتائج اللي تطمح باش تعملها. هذا العديد من الاقتصاديات اليوم قاعدين نشوفوا فيه. اليوم الجزائر قاعدة تتحسن في علاقة كبيرة. عملت يعني اتفاقيات نتاع سافوار فير، ما عادش كلمه بالعربي، من خبرات تونسيه.
اليوم دول الجوار كل قاعدة تستفيد من الخبرات التونسية اللي قاعدة تصدر في منتوجها. نحكي على مهندسين، نحكي على أطباء، نحكي على رجالات التعليم اللي أيضا اليوم راهو ما هماش في منع اللي قاعد على الهجرة الخارجية. اليوم رجال التعليم زاد قاعدين يخرجوا. إذا كان باش نواصلوا بالوتيرة هذه لا يزي خسرنا نقاط قوتنا احنا، وزيد قاعدين نقويوا في منافسينا حبينا ولا كرهنا. ثم المصلحة الذاتية لكل دولة راهي تخمم على روحها، ما فماش راهو مصلحة الدولة باش تجي تسندك من غير مصلحتها هي، ما عندهاش مصلحة في لذاتها. وبالتالي اليوم باش نرجعوا للمسار يلزم نحطوا منوال متكامل، رؤية اقتصادية على 10 و15 و20 سنة مع حلول عاجلة توا. حكينا في علاقة بالانتقال الطاقي، بإنقاذ مؤسساتنا المالية، بالتجارة الموازية اللي يلزمنا ندمجوها في الاقتصاد الوطني، وعديد الحلول الأخرى نقعدوا نحكيوا للصباح. موجودة الحلول، فقط الإرادة السياسية أنه تتفعل الحلول هذه باش تكون منجزات. ومن بعد مشكلة التمويل راو إذا كان المناخ الاقتصادي يكون سليم وستابل، يعني يتزن كما نقولوا ليكيليب فينانسي، راهو هما بيدهم المستثمرين الهدف نتاعو ربحي، راهو يجيك راهو وحده يولي يجري وراك. مش بالضروره احنا نوليو نجريو للجهات المانحه، بربي يعطيونا، بربي رانا مستحقين، بربي رانا محتاجين. شكرا لك وليد الكسراوي، صاحب مقال المغرب على خط النار حين تتقاطع المصالح الصينية والأوروبية فوق الأرض المغربية، في علاقة بالتقارب اللي صاير ما بين المغرب والصين خاصة لتصنيع